التربية نورية بن غبريط نقابات القطاع من أجل التعقل وعدم الذهاب نحو الإضراب، وفي كل مرة كما ذكرت الاحتجاج، وذلك احتجاجا نقول على قانون التقاعد النسبي والتحلي بروح المسؤولية وعدم التلاعب بمستقبل ومصير التلاميذ، خاصة تلاميذ الأقسام النهائية على حد تعبيرها. الروح المسؤولية تتغلب على كل حال على كل الأساتذة اللي هم المعنيين بالفعل التربوي وخاصة في هذه الأقسام. نجم نقول باللي هم عندهم الحق على مواقفهم، ونطلبوا فقط باش تتغلب على كل واحد الجانب الحكمة من لفائدة التلاميذ والمدرسة الجزائرية. نورية بن غبريط في سياق ذي صلة وبخصوص الأساتذة وكذا المدراء الذين أحيلوا على التقاعد ورفضوا إخلاء سكناتهم الوظيفية، طالبتهم بالتفاهم من أجل إخلاء السكنات لزملائهم في القطاع. إذا كان سكن وظيفي لمدير المؤسسة وهذاك المدير المؤسسة يتم مسافة أكثر من 100 كيلومتر، واش يقدر يمد هذا المسؤول؟ نظن باللي اليوم راحنا كلنا متفاهمين هذا الامر. قلنا اللي راهم متقاعدين وما كان عندهم اي شيء، راه مع السلطات المحليه راحنا نقوموا على كل حال دراسات، وكل حاله عندها عندها وضعتها. chaque situation va être étudiée au cas par cas. سياسيا الآن حمل رئيس حزب جيل جديد